الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهي أمة الخير الذي لا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن رموز أمة الخير في عصرنا هذا فضيلة الشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيدية الملقب بالفخامة في موريتانيا، والذي قام يوم 10 جويلية 2022 بتوزيع ما يقارب 1060 أضحية على الفقراء والمساكين. فمن هو الشيخ الملقب بالفخامة؟ إنه الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ سيدية الملقب بالفخامة، ورث عن أسلافه الصالحين الأقطاب مثل الشيخ سيدي الكبير العلم الغزير والورع والصلاح والكرامات الظاهرة. وعندما تبحر في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة نذر نفسه لنشر هذه المعارف الفاضلة بين الناس، فهيأ لذلك الأسس والأرضية الملائمة، سواء من حيث المنهجية أو أسلوب التدريس الذي اشتهر به الشناقطة قديما، أو من حيث اختيار المكان وتوفير الاحتياجات المادية الأساسية التي تعين الدارس على تحصيل العلم. أسس الشيخ الفخامة محضرته الخاصة في قرية البلد الأمين الواقعة إلى الشرق من العاصمة نواكشوط على بعد حوالي 200 كيلومتر. تدفق عليها طلاب العلم من مختلف أصقاع الدنيا، حتى بلغ عددهم في الوقت الحالي ما يزيد عن 1500 طالب يتلقون مختلف العلوم الدينية. وبفعل ذلك تحولت هذه القرية الصغيرة إلى مركز إشعاع علمي ومعرفي يستقطب المتعطشين لكلام الله ولحديث نبيه الأكرم وما تفرع عنهما من علوم، فكل من آتاها من وافد نهل من ذلك المعين الممتد الذي نهل منه الشيخ الفخامة ونهل منه غيره من فطاحلة علماء شنقيط المعروفين في كل مناطق العالم الإسلامي. ولم تكن جودة التعليم وقوة المنهج هي وحدها التي استقطبت الطلاب لمحضرة الشيخ الفخامة، بل وجدوا فيها أيضا المأوى والمأكل والمشرب بشكل مجاني. وكانت يد الشيخ سخية معهم، حتى أنه وفر لهم الكسوة والكثير من المستلزمات الشخصية التي جعلتهم في غنى عن المعيل. وامتدت أيادي الشيخ البيضاء لتشمل بناء مساكن لساكنة القرية البالغ عددهم حوالي 300 أسرة، حيث أصبح يتولى مؤونتهم ويوفر لهم مقومات الحياة الضرورية من ماء ودواء وأمن، يشاركهم أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم ويعالج مرضاهم. فتحولت حاضرة البلد الأمين إلى نموذج فريد في التكافل والتعاضد والألفة قل مثله. وكأن الشيخ أبى إلا أن يطبق فيها حرفيا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لقد أصبح الشيخ الفخامة في المجتمع الموريتاني رمزا للإنفاق في سبيل الله والزهد في الدنيا، فلا يستقر في كفه مال ولا يطول به المقام عنده، بل يأخذ طريقه فورا إلى المحتاج والضعيف ومن لا سند له، ينفق عليهم بلا تردد ليدخل في قلوبهم السعادة والفرح. ومن آخر نفحاته على المساكين ما قام به في عيد الأضحى الماضي أيضا أنه وزع ما يناهز 1000 أضحية وكسى 1000 فقير على فقراء المنطقة. وقبلها بفترة وجيزة سير قوافل خيرية حاملة 20 طنا من المواد الغذائية وزعت كلها على المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود في مقاطعة أبي تلميت التي تتبع لها قريته البلد الأمين، وكان ذلك تزامن مع انتشار جائحة كورونا. وبالإضافة إلى أعمال البر والإحسان وتعليم الناس أمور دينهم، يطلع الشيخ الفخامة بدور آخر لا يقل أهمية، وهو التوسط بين الأسر والمجموعات القبلية التي قد تنشب بينها خلافات ونزاعات من حين لآخر. وقد تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق عدة مصالحات واعدة بين العائلات استفحل بينهما الخلاف لمدة طويلة. ويعتبر الشيخ الفخامة الأنسب لهذه المهمة لكونه يحظى بمكانة روحية ودينية كبيرة في أوساط المجتمع الموريتاني لا يحظى بها غيره، كما أن منهجه يقوم على الوسطية والاعتدال ونشر التسامح والأخلاق الفاضلة بين الناس. فهو يرى أن العنصرية والكراهية العرقية والغلو والتشدد هي أوبئة
ابتلى بها الناس في هذا العصر، ولا بد من التصدي لها حفاظا على العقيدة الصافية وعلى وحدة الأمة. وفي الوقت الراهن لن تمر على بيت الشيخ الفخامة في البلد الأمين في العاصمة نواكشوط إلا وجدته عاملا بالزوار، هذا يريد عونا لنفسه أو لأسرته، وهذا يريد حلا لمشكلة ما لديه، وآخر حار الأطباء في أمره فلجأ إليه طلبا للعلاج، وقلما خرج أحد منهم دون أن تقضى حاجته، وهو يقول دائما: الناس تطلب مني العون وأنا أطلب لهم العون من الله، ومن وضع ثقته في الله لن يخيب الله ظنه أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.